كما ذكرت حضرتك الآن مؤامرة في هذا اليوم ما يعرف بأحداث الاتحادية لمحاولة قتل الرئيس محمد مرسي في ذلك الوقت، والداخلية كانت ممعنة في الاشتراك في هذه المؤامرة، وكان وزير الداخلية آنذاك أحمد جمال الدين. نعم. قيل أن الدكتور محمد مرسي طلب من أحمد جمال الدين وزير الداخلية أن يقوم بواجبه في حماية قصر الاتحادية، ورفض أحمد جمال الدين هذا الأمر. هل لديك أي معلومات في هذا السياق؟ طبعا معلومات طبعا من الحرس المباشر له. أولا هو ما رفضش، ده هو أغلق تليفونه حتى الساعة 1 صباحا ولم يرد على رئاسة الجمهورية مطلقا، وبلغ كل وزارة الداخلية أنها ما تردش، وعندما رد قال له أبعت لك من عندي جواب تمضي لي عليه وتوقع لي بخط يدك ان انا اتعامل معهم بالضرب والقتل والعنف. والدكتور مرسي رفض هذا الكلام وقال له لا، في قانون، شوف الاجراءات القانونيه اللي عندك بتقول ايه وتتابعها بالتسلسل بتاعها، لكن انا مش هوقع حاجه ومش هكتب حاجه. فكان الطلب الثاني برضو من الوزير احمد جمال ان خلاص اذا كنت عايز نخلص من هذه المشكله لبي كل رغبات وطلبات المعارضه. قالوا كده بشكل مباشر. الكلام ده مباشر من الحرس. انا في حاجات بقولها لحضرتك من معالي الرئيس مرسي، وفي حاجات من الحرس المباشر المتواجد معاه في هذه الاحداث. هذه الجزئيه من الحرس المباشر المتواجد معاه. ده بالنسبه للشرطه، هل كانت بتاتيك معلومات بالنسبه للحرس الخاص به من جانب الحرس الجمهوري الجيش؟ انا بتكلم عن الحرس الجمهوري، لما اقول الحرس الخاص يبقى انا اقصد به الحرس الجمهوري. يعني حتى الحرس الجمهوري كان ممعن في مؤامرته، باستثناء الاثنين الملازمين له على طول الخط، مش هقول اسماء برضو لكن هم معروفين، سياده العقيد وسياده المقدم. اما باقي ضباط الحرس الجمهوري اللي دول كانوا بيتناوبوا، يعني ممكن تلاقي النهارده الصبح غير اللي موجود الظهر غير اللي موجود بالليل. كل دول كانوا رغم من العداء الموجود بين الجيش والشرطه واللي احنا عارفينه، الا انهم كلهم اتفقوا على كره الدكتور مرسي، كانوا بيتواجدوا. طبعا ما كانوش يعرفوا ميولي، فكنت بتواجد معاهم، كنت بسمع السباب والشتيمه، اني عينك وده ايه ده، من شرطه ومن جيش. بيقفوا الضباط مع بعض كلهم رتب اللي هي ملازم اول ونقيب اقصى حاجه رائد، وبيقفوا يتواجدوا مع بعض شرطه وحرس جمهوري. ما فيش جيش طبعا، هو هناك عباره عن اما حرس جمهوري واما شرطه يعني، لكن الجيش بمعناه او مشاة والكلام ده كله مش متواجد عندنا. فكانوا بيقعدوا طبعا كلهم مستائين وقرفانين مستائين من الدكتور. طبعا. طب هو السؤال، لماذا